لي كومونتات اللي تداروا عندي في القناة واللي كانوا في واحد القناة. أكيد كومونتير ديال الأخت المحترمة التي أكن لها كل احترام وتقدير، أعرفها جد المعرفة، ليس المباشر أو لا، أعرفها في هذه المواقع الاجتماعية، وأعرف كيف تتصرف في وجودها في هذه المواقع. أولا، شير سير جيمس، أكن لك كل احترام وتقدير، ورأيك يحترم وكلامك كله. أعرفك إنسانة ذو قلب كبير، ذو قلب طيب، ذو قلب حنون. بهذه اللغة هذه قلتي لي بأنك فعلا tu es déçu énormément énormément. أكيد مناش أنا ما فهمتش، وما فهمتش بعض المتتبعين كاملين علاش كيوصلوا لهذا الإحباط ولا بهذا الشعور لكي يقول بأنني محبطة جدا وخاب أملي منك. علاش؟ أنا راه بغيت نرد لك على الكومونتير ديالك ودي أختي جيمس، ولكن ماشي غير السلام عليكم وعليكم السلام، ميت عنيد لاباس تهنا بخير كلشي لاباس، لا بالعكس. هاد لو كومونتير ديالك راه كيبغي نقاش، كيبغيه يكون صريح وطويل، ماشي غير السلام عليكم كي داير لاباس مالين الدار الله يعاون، لا. هاد الامل والاحباط اللي كتشعري به من جهتي ودي اختي جيمس، نظرا او كما كنقولوا نتيجه لحدث او موقف معين. اكيد هذا هو الشرح ديال داك لو مو اللي حطيتي ليا، ديسكو انورمومون، وهذا الشرح ديال. دونك جيمس، رايك يحترم وغادي نرد عليك غير بواحد شي شويه، الله يرضي عليك. انا نهار خرجت جيمس وطلبنا الاعتذار من واحد القناه، من واحد القنوات اللي انا لا دخلي لي فيهم. اولا منين كنت انا كنسب ونعاير وهذا، انتي كنتي كتدخلي وكتقولي برافو، تحياتي ليك ابو نعمه، برافو. نو، انا مشيت في ديك الطريق فعلا، ولكن نبني ضميري بهذه اللغه هذه، نبني ضميري بانني اتعامل واقصف قنوات ما داروا لي والو. يكفيكي هذا جيمس،